Coach, on a remarqué qu'il y a eu un changement au niveau mental des joueurs marocains. Comment cela s'est-il produit? السلام عليكم. اليوم غندويو على الأداء المغربي، فلسفة كروية وأسلوب تكتيكي جديد خلى المغرب يدوز من مرحلة الفرح بالتأهل للمونديال إلى أحد أبرز المرشحين للفوز بالألقاب. Donc il fallait changer cette mentalité pour que justement on puisse offrir aux jeunes Marocains qui arrivent le fait de voir leur équipe nationale gagner des matchs en Coupe du Monde et que c'est possible. Et j'espère que comme ça on changera un peu l'ADN footballistique marocain. تصريح تاريخي للركراكي عن تغيير الأداء المغربي وزرعه في جميع الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية. إنجاز المغرب اليوم ما جاش وليد الصدفة، هذا الإنجاز هو ثمار عمل جاد سطرت ملامحه بقطر 2022 برأسية النصيري في قطر، أبكينا رونالدو الأسطورة، واليوم بهدفي الزبيري أبكينا أشبال ليونيل ميسي. الأرجنتين اللي كتعتبر صاحبة أكبر عدد ألقاب كأس العالم بعد فوزها بستة ديال الألقاب، الأرجنتين كتكون فازت بستة ديال النهائيات كلها. لكن امام المغرب الارجنتين هزمات بهدفين لصفر بدون استقبال اي هدف. هجوميا قتلناهم بالمرتدات، ودفاعيا المغرب قدم مباراة تدرس كرويا. المغرب اليوم ماشي بطل افريقيا ولا العرب، المغرب اليوم هو بطل العالم. بعد انجاز قطر 2022 وانجاز باريس 2024 المغرب اليوم ورسميا يتوفر على ابرز المواهب بالعالم. كل هذا يضع المغرب كاحد ابرز المرشحين للفوز بكأس العالم المقبلة امريكا 2026. مسار المغرب في هذا الكأس ما كانش سهل او بالصدفة. المغرب فاز على اسبانيا والبرازيل، كوريا الجنوبية وامريكا، فرنسا ثم الارجنتين. يعني حرفيا المغرب فاز على ابطال جميع القارات شكلا ومضمونا، بالطول وبالعرض، بالتكتيك واللياقة وحتى المهارات الفردية. مع مو الزبيري توجوا باول وثاني افضل لاعبين في هذه البطولة، فهنيئا لنا بهذا الانجاز وهنيئا للمغرب بهذا الجيل الذهبي.